تعالي بسرعة، لو لسه ما عملتش ترمس العيد تعالي اعمليه في اقل من نص ساعة. ازاي ده يا احلام؟ هناكله من غير سليه. ازاي؟ هتشوف في الفيديو. ايه، مش هياخد مننا اقل من نص ساعة حرفيا. ان انت ممكن تحطيه على النار. انسي خالص ان انت ممكن تسيبيه بالساعات عشان خاطر يستوي. هو اصلا هيستوي من قبل ما يتحط على النار. هنعمل خطوة مهمة جدا. عملنا كده محلول النقع بتاعه. جبنا ميه وحطينا عليها ملح وبابريكا وشطة وكمون وليمون. وتحطي محلول النقع ده وتحطي الترمس في محلول النقع بتاعك، هيفضل معاكي بمدة طويلة جدا. مش هتزعلي عشانه ولا هتزعلي ان هو يبوظ ولا يحصل له اي حاجه. ده الماده الحافظه بتاعته. تعالوا مع بعض بقى، كنت لسه جايبه الترمس. واحنا بقى اللي عملنا الترمس والحمص مع بعض. ازاي يا احلام؟ انا شفت فيديوهات كتير جدا وكل الناس بتعمل الترمس والحمص كل حاجه فيهم لوحد. لا، انا بعمل الترمس والحمص مع بعض وما بيحصلوش اي حاجه، ودرجه السويه بتاعته بتبقى واحد ومفيش فيه اي مشكله خالص. تمام تمام. انت هتجيب الترمس وتجيب نوع نضيف. وتجيب نوع نضيف كده من عند العطار او من السوبر ماركت او من اي حد ايا كان. جبت كيلو ترمس وجبت نص كيلو حمص. والاتنين ما شاء الله عشان نوع نضيف، فالاتنين تقريبا هم نضاف اساسا مفيش فيهم اي حاجه خالص. اهو قلت لكم هنحطهم على بعض، مش هنسلق كل حاجه لوحدها. وجبنا ميه سخنه كده وحطيناها في الكتل. و يعني عملنا ميه سخنه وحطيناها نقعنا بيها الترمس. هنسيب الترمس ده بقى حوالي 3 4 5 ساعات كده. لو عملتيه بالليل تقوموا تعملوا شايفين ده قبل ما يتسلق حجمه زاد، والحمص كمان حجمه زاد وبقى سهل معاكي جدا. وحياة ربنا انا اكلت منه شويه كتار جدا قبل ما يتسلق. كان طري وكان يعتبر مسلوق، حرفيا كان يعتبر مسلوق. جبت ميه على النار وغليتها وحطيت فيها الترمس. دايما استخدمي ميه الترمس تكون سخنه علشان يقلب معاكي بسرعه. وجبنا الحله دي وبعد كده اكتشفت ان هي صغيره فهضطر ان انا اغيرها. وزودت عليها الميه، طبعا خليت الميه تغطيه. وبعدين تعالوا بقى بنشوف بعد ما تسلق مش هيغيب معاكي على النار خالص، هتعملي بكل سهوله. يعني انا قبل كده عملته الصبح صباحيه يوم العيد يعني. نقعته طول الليل والصبح قمت سلقته، ما اخدش معايا وقت خالص في السلق، ومعايا اتسلق اهو ما شاء الله وخلص. وده كانت معايا النتيجه. اعملي بنفس الطريقه ومش هتندمي. لو وصلت لحد هنا وما حطيتش لايك للفيديو حط لايك للفيديو. وكل سنه وانتم طيبين وعيد فطر مبارك عليكم يا رب العالمين. والعيد ما بيحلاش غير بطبق الترمس قدام مسرحيه العيال كبرت او الواد السيد الشغال. لو لسه فاكرها يكتب لي في الكومنتات. دايما العيد عندنا يعني الواد السيد الشغال وحبه الترمس والفول والفطره. ونتنقل بقى من الصالة للأوضة للمطبخ ونتوغل في قلب المكان ونتفسح أحلى فسحة في الشقة بتاعتنا. ما تخرجيش بره ولا تعملي أي حاجة. تلفزيونك معاكي، حمصك وترمسك موجودين، فطرتك وشوكولاتتك، واديله ادي بقى والصينية بتاعتك واقعدي وانتخي. عيد سعيد عليكم، كل سنة وانتم طيبين.